مفاتش وقت كتير إلا لما وصل البحث الجنائي للسفاح. في واحدة من الحملات دي تم اعتقال بقه، وأثناء التحقيقات معاه في نفس الوقت تم القبض على السويسي زميل لي في العصابة، واللي اعترف بتفاصيل مهمة جدا عن العصابة وعن السفاح اللي بيقودهم، رمضان عبد الرحيم منصور، أو زي ما أطلقوا عليه التوربيني، واللي حولته الظروف من طفل بريء لسفاح أطفال محترف. على حسب التقارير اللي طلعت عليه، فرمضان كان بيشتغل من هو عنده 12 سنة، واللي وقتها كان شغال في كافيتيريا السكة الحديد في طنطا عند راجل ظالم ومفتري اسمه عبده التوربيني. وبعد شهر كامل من شغل رمضان عند الراجل ده، رفض عبده التوربيني انه يديله المرتب بتاعه، وبعد ما ألح عليه رمضان قرر انه ياخده معاه في رحلة، وقال له انه هياخده يفسحه فيها، واللي ساعتها اغتصبه بقوة ورماه بعدها من فوق سطح القطر. لكن رمضان فضل عايش. خرج بعدها رمضان مشحون حزن واكتئاب وهم ورغبة شديدة في الانتقام، بس ما كانش الانتقام من عبده التوربيني. رمضان قرر انه يكون التوربيني الجديد.